ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنقدم في فيديو النهارده وصفة سهلة جدا ولذيذة وجميلة، بتتقدم في أغلب المطاعم الشعبية أو عربيات الفول والطعمية. وصفة لذيذة، أكلة شعبية مصرية جميلة جدا، المسقعة الأرداحي من غير لحمة. وصفة سهلة وبسيطة وحلوة، وكمان بتتعمل في وقت يعني قليل. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة معانا حبايتين كبار من البتنجان، واتنين بطاطس وسط، ويعني حوالي ربع كيلو من الفلفل، نقدر نعمله بارد او ميكس بين البارد والحراق. بنقشر البتنجان بالشكل ده، طبعا بنكون غاسلين كل الحاجات دي كويس قوي، ونبتدي نقشره كده. طبعا احنا عارفين المسقعة اللي باللحمة المفرومة بتتعمل طبعا بالبتنجان واللحمة، لكن مسقعة النهاردة من غير لحمة، مسقعة أرداحي، أكلة شعبية لذيذة. ممكن نقشر البتنجانة زي ما انتوا شفتوها كده كلها كاملة، أو نقشر أجزاء منها ونسيب أجزاء من القشر، يعني نعملها كده بالشكل ده. الاتنين متاحين، حابين تقشروها بالكامل اوكي، حابين تقشروا جزء وتسيبوا جزء مفيش مشكلة. بعد كده ببتدي اقطعها بالشكل ده. انا هقطعها على شكل مكعبات كده، بقطعها الاول ترانشات وبعد كده بقطعها مكعبات كده بالشكل ده. ده الصغير، ممكن تخلوها اكبر من كده شوية علشان ما تتهرش مننا اثناء التسوية. بقطعهم طبعا كلهم نفس الحجم تقريبا، وبقطع الفلفل برضو. تقدروا تستخدموا هنا فلفل سبايسي او تستخدموا ميكس بين البارد والحراق، او تستخدموا فلفل بارد بس، ده حسب الرغبة. بقطع برضو قطع كده مناسبة لقطع البتنجان زي ما احنا شايفين كده. اي فلفل، ممكن الفلفل ده او ممكن الفلفل الاخضر الرومي العادي، مفيش مشكلة. البطاطس قطعتها حلقات كده بالشكل ده، وهبتدي اقطعها برضو صوابع، بس انا مش هعمل الصوابع طويلة قوي، هخليها صغيرة شوية. ممكن طبعا نقطع البطاطس مكعبات، لكن انا عملتها زي ما بتتعمل في المحلات او على العربيات بالشكل ده كده، بتكون متقطعة صوابع. ممكن تقطعوها مكعبات بنفس حجم البتنجان. بعد كده في زيت سخن بقى على النار، بنبتدي ناخد البطاطس. اول حاجة نقليها، وعلشان نقلي البطاطس ويعني ما نبتديش نجري بقى برا المطبخ ونبهدل الدنيا، بنحطها كده على الشيالة بتاعة البطاطس، وبنكون مسخنين الزيت كويس جدا. واهم حاجة ان البطاطس ما يكونش فيها مية خالص، وابتدي انزلها بالراحة كده في الزيت، ما بيحصلش اي مشاكل ولا طرطش الزيت ولا اي حاجة. بنحمر البطاطس ونبتدي نصفيها من الزيت كويس، وبخرجها على ورق مطبخ او على مصفى علشان نتخلص من باقي كمية الزيت. طبعا بحمر كمية البطاطس الاول كلها، وبعد كده ببتدي احمر البدنجان بنفس الطريقة، ياخد لون ذهبي حلو كده، مش عايزة لونه يغمق، وفي نفس الوقت ما يبقاش ابيض قوي علشان يعني يكون استوى، عمل طبقة كده علشان ما يتهريش منك في المسقعة. وبنصفيه برضو من الزيت كويس جدا، وبنخرجه على مصفى عشان نتخلص من اي زيوت زيادة. طبعا دي الطريقة الأصلية اللي هي بتتعمل بيها، اللي هي طريقة القلي. بنحطهم بقى في مصفى كده. ممكن نعمل الموضوع ده بطريقة لايت جدا، ان احنا نعمل الخضار ده كله مشوي في الفرن، ونكمل بقية الخطوات بدل القلي. بعد كده في حلة على النار فيها معلقتين من السمنة او الزبدة او الزيت، اي حاجة، وهحط فيهم معلقة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة توم مفروم. هنا اي مادة دهنية تحبيها حطيها، مفيش اي مشكلة، مش هتفرق. انا حطيت ميكس زبدة مع زيت، يعني معلقة ومكعب من الزبدة. انا عايزة التوم ياخد معايا لون ذهبي، ومش عايزاه يغمق معايا علشان ما يمررش.
دي بعملها في اخر مرحلة وانا بسوي الفلفل او بحمر الفلفل، علشان يبقوا الخطوات ماشية مع بعض، او ممكن من بداية التحمير ابتدي اعمل الموضوع ده. بعد كده بحط ربع كوباية من الخل. عايزة اقول لكم هنا الريحة بتبقى رهيبة. دي بطفي بيها التوم بعد ما لونه يوصل للون الذهبي الحلو ده، بتبقى ريحتهم تحفة. بعد كده عندي 4 طماطميات متقطعين مكعبات صغيرة و4 طماطميات مبشورين. هضيف الأول ال4 طماطميات متقطعين مكعبات صغيرة. ليه مش مضروبة في الخلاط؟ علشان لما بتكون متقطعة كده أو مبشورة بتدي تقل أكتر للصوص، مبيبقاش الموضوع يعني فيه جوسي كتير، أو مبيبقاش كده يعني فيه عصارة كتير، لكن بيكون متماسك وحلو. ضفت هنا رشة بس من الملح علشان الطماطم تغلي كويس وناخد الصوص بتاعها. كده بطلع اخر حاجة من الفلفل. وهنا معايا الطماطم بعد ما اخدت كده كام غلوة اديتها الطماطم المبشورة. مهم جدا ان الطماطم تكون عندنا حمراء. انا بستخدمها بدون ما اعمل صلصة او اي حاجة، لان الطماطم لونها حلو فمش بحتاج صلصة. سيبهم بقى يغلوا كده شوية وياخدوا يدوا مع بعض. ممكن اغطيهم لغاية لما تظهر فقاعات كده. كده معناها ان صوص الطماطم ابتدى يتقل. ابتدي هنا بقى اضيف ملح وكمون وفلفل، وكمان ضفت قرن فلفل حراق، لان انا الفلفل اللي كنت ضايفه كان بارد، فضفت هنا قرن فلفل حراق. ده طبعا لو حابين، لكن لو حاطه فلفل حراق من الاول خلاص ما تضيفوهوش. ولو مش حابه تحطيه خالص دي اضافه للي حابب. ممكن تضيفي شطه او هريسه، مفيش مشكله برضو. يغلوا بقى كده غلوتين حلوين كده مع بعض والصوص يبتدي يتقل. هنبتدي بقى نظبط الملح تاني ونديله تقليبة كده. كده خلاص الصوص تقل. شايفين بقى الفقاعات دي؟ كده خلاص الصوص بتاعنا تمام. ببتدي بقى اضيف كل الحاجات اللي احنا قليناها، البتنجان والبطاطس والفلفل، على صوص الطماطم اللي احنا عملناه. بنقلب بقى، لكن لما نيجي نقلب بشويش، عشان احنا مش عايزين البتنجان يتهري، احنا عايزين المكونات دي تختلط مع صوص الطماطم. لكن طبعا اكتر حاجة ممكن حساسة تتهري معانا هو البتنجان. فناخد تقليبات كده من تحت لفوق بحيث ان هو يختلط، لكن بالراحة علشان مش عايزين البتنجان يتهري، عايزينه محتفظ كده بالقوام بتاعه وبالشكل بتاعه اللذيذ. اسيبهم كده دقيقتين 3 بس ياخدوا ويدوا كده مع بعض، بحيث ان احنا الخضار اللي احنا قلينه ده ياخد من طعم الصوص. كل حاجة طبعا مستوية وجاهزة وتمام. بعد كده بقى بنقدمه بالشكل اللذيذ ده. طبعا الكمية دي تعمل حوالي 3 اطباق من الطبق اللي انتوا شايفينه ده. حلوة جدا. بتتقدم مع حاجات كتيرة قوي. تقدروا طبعا تعملوا معاها اي حاجة وتقدموها بقى في الغدا. ممكن نعملها لوصفات اخر الشهر اللي بتكون فيه الميزانية يعني مش قد كده، ومحتاجين نعمل اكل ومش عارفين نعمل اكل ايه. من الاكلات الشعبية اللطيفة جدا، بتتقدم في فطار، بتتقدم في غدا، مع شوية مخلل، مع شوية كشري اسكندراني، مع مثلا بطاطس بيوري، مع شكشوكة. بتقدم مع حاجات كتيرة قوي. هنا بقى جبنا طبق مخلل مشكل كده، وعيش المصري بتاعنا الجميل البلدي. هي طبعا بتتاكل بالعيش. شايفين بقى هنا مكوناتها قد ايه لذيذة وقد ايه طعمها حلو قوي. انا يعني فعلا بعشقها، ومش كتير يعني اللي يعرفوها. في ناس كتير قوي ما تعرفهاش. كله بيعرف المسقعة اللي باللحمة المفرومة دي هي الاشهر يعني، لكن الاكلة دي معروفة من زمان جدا. اكلة مصرية لذيذة جدا جدا جدا. من مطبخنا المصري قدمت لكم النهاردة وصفة المسقعة الأرداحي من غير لحمة. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وأتمنى كل الوصفات اللي أنا بقدمها تعجبكم، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في وصفة جديدة وفان فود مع مورا. باي باي.